تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض الرز المعمر الجميل ده اللي شكله كده يفتح النفس وطالع عامل ازاي. هنبدأ كده مع بعض على طول. غسلت الطواجن بتاعتي كويس طبعا، ونزلت كده بالزبدة في كل كده طاجن. حطيت كده الزبدة بتاعتي، وهنزل طبعا كمان بزيت. الزيت بيخلي الرز بتاعي كده مفرفر وجميل. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا الطاجن ده اخد معايا بالمج اللي انا بوريه لكم ده 3 كوبايات رز طبعا، وهياخد الطاجن 3 كوبايات لبن وكوباية مية. لازم المية عشان الرز يستوي كده كويس، مش لازم يبقى لبن كله، لازم كمان تزودي مية مع اللبن عشان يستوي كويس بالمج اللي انا وريته لكم ده يا جماعة. ونزلت طبعا كده، غسلت الرز بتاعي كويس ونزلت كده بيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي ما بوريهولكم كده عشان يطلع معاكم مظبوط وجميل كده ومستوي. طبعا نزلت باللبن بتاعي، قلبت كده معلقه ملح طبعا في اللبن كويس، وبعد كده نزلت باللبن كده على الرز كده في الطواجن بالشكل ده، ودخلته بقى الفرن. لازم تظبطوا الفرن كده ما يبقاش عالي قوي، يبقى مظبوط لحد كده ما الرز ياخد كده تبص تلاقيه غلي معاكي وعمل وش كده، تعرفي كده ان هو مظبوط وماشي كويس صح بالشكل ده. انا بوريكي كده النار بتاعته مظبوطه ازاي. وبعد بقى ما ختم تعرف ان الرز كده استوى وطالع بالشكل الجميل ده. واشوفكم على خير ومع السلامه.